السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة انا جاي اعمل لكم اثبات سحب من البوت اللي بيكسبك فلوس من خلال عمل الجيميلات. يعني هو بيديك معلومات تعمل بها جيميل وبعدها تقول له انا خلصت جيميل وبيضيف لك الفلوس على طول في البوت. وطبعا انا هسيب لك رابط فيديو شرح للبوت كامل في اول تعليق وفي صندوق الوصف. الفيديو ده هتسمعه وهتعرف ايه هو البوت اصلا وكل حاجة في البوت وازاي تعمل الجيميل وازاي تستلم الفلوس وكل حاجة. تمام. وطبعا احنا هنستلم الفلوس برضو على منصة باينانس وبعدها هنحول من منصة باينانس الى محفظة الكترونية او حساب بنكي او اي حاجة. بس التحويل ده انا هعمل لك في فيديو غير الفيديو ده، تمام، عشان الفيديو ما يكونش طويل. اول حاجة هنستعلن عن الفلوس اللي معانا في البوت، هنعمل الرصيد. وطبعا كل ما بتخلص جيميل بينضاف الرصيد بتاعك بعد يومين. تمام. دلوقتي انا معايا حوالي $1.5 زي ما موجود قدامك وموجود في ريحة على طول المقابل بالجنيه المصري. تمام. ازاي بقى نعمل المقابل بالجنيه المصري ده؟ لان ديت مش هتكون موجودة عندك، هو هيكون موجود سعر بالدولار فقط. تمام. فاحنا هنعمل رجوع وبعدين هنضغط على الاعدادات وبعدين هنختار العملة، ومن هنا تختار عملة الدولة بتاعتك. طبعا انا علشان من مصر مختار ايجيبت، هتلاقيها موجودة عندك اهيت ايجيبت، اختصارها اي جي بي. تمام. هتختار الدولة مثلا زي كده على طول اهوت هو حول لك العملة بتاعتك. لو جينا رجعنا تاني وعملنا الرصيد هتلاقيه اهوت زي ما قلت لك حسب الدولة اللي انت فيها بتختار العملة بتاعتها وهو بيعمل لك العملة المقابل بتاعها. وطبعا عشان الدولار باكتر من 50 جنيه $1.515 عاملين 79 جنيه و636 قرش. فطبعا عشان نسحب الفلوس دي على منصة باينانس هنضغط على كلمة سحب وبعدين هنختار عملية السحب دي ونضغط عليها. وهنا بيقول لك ادخل عنوان، هندخل العنوان ده. هنجيب العنوان ده ازاي؟ هنخش على منصة باينانس، وبعد ما نخش على منصة باينانس عايزك تاخد بالك من حاجة برضو علشان تتأكد ان انا سحبت من البوت ولا لا. عايزك تشوف الرصيد اللي معايا هوت مش مكمل جنيه، يعني اللي معايا على منصة باينانس مش مكمل جنيه. شوف بقى بعد ما نضيف الفلوس هيبقى معانا قد ايه. هنضغط اضافة اموال وبعدين هنعمل الايداع على السلسلة، وبعدين من هنا هنختار عملة اليو اس تي دي اللي هي العملة بالدولار يعني، وهنختار اول شبكة. وبعدين هنا هننسخ الرابط ده كده، وبعدين هنخش على البوت تاني وهتضيف الرابط ده هنا كده، الرابط اللي احنا لسه ناسخينه، وهنعمل ارسال. وهنا بيقول لك تم انشاء طلب السحب بنجاح وسيتم معالجته خلال ساعة. فانا هنتظر لحد ما الفلوس توصل لي خلال ساعة، لحد ما يجي لي رسالة على البوت ان الفلوس وصلت ليا وارجع لك تاني. وبعد حوالي ساعة لقيت البوت بعت لي الرسالة دي وبيقول لي تم إجراء سحب مبلغ $1.515. فيلا نخش ونشوف على منصة باينانس هل الفلوس انضافت معانا أم لا. وبعد ما دخلت على منصة باينانس لقيت الفلوس انضافت معايا هي 79 جنيه. لو انت مش عامل حساب على منصة باينانس وعايز تعمل حساب على منصة باينانس فانا هسيب لك رابط فيديو شرح كامل ازاي تعمل حساب على منصة باينانس. هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، اول ما تضغط عليه هيدخلك على فيديو الشرح ازاي تعمل حساب على منصة باينانس. وطبعا زي ما قدامك اهوت ان الفلوس انضافت معايا على حسابي على منصة باينانس. وزي ما قلت لك برضو ان انا هعمل لك فيديو ازاي تسحب فلوسك من منصة باينانس الى اي محفظة الكترونية او حساب بنكي او اي طريقة سحب انت عايزها، لان في طرق سحب كتير موجودة على منصة باينانس. المهم هنخش على البوت تاني، وبعد ما اتاكدت ان الفلوس وصلت لي على منصة باينانس واتاكدت ان البوت صادق فده كان نهاية الفيديو. فما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وبالتوفيق للجميع. سلام.